ازيكم كل المتابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعلكم بفيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنعمل معاكم تورتتين. هنعمل تورتايه مقاس 26، وتورتايه كمان مقاس 18 ان شاء الله. يعني هعمل لكم من اول الاسبونج كده لغايه التزيين، لغايه ما يطلعوا التورتتين زي ما انتم شايفين كمان ما شاء الله اللهم بارك يعني. تمام، اقول لكم كل حاجه في الفيديو في قلب الفيديو. بس يا ريت لو انت اول مره تشوفيني، اول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشترك في القناه كده وتفعل الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. اول حاجه كده يا بنات، سواء عندك عجان سواء عندك مضرب، تقدري ان انت تطلعي تورتايه وتطلع بالحلاوه اللي انت شايفينها دي. تمام، اول حاجه كان عندي عجان. لو انت مفيش عندك عجان تقدري تشتغلي بالمضرب عادي جدا، مفيش اي مشكله. انا هعمل النهارده مقاس 18، هعملها باتنين بيضه بس، اتنين بيضه بس. هنطلع احلى تورتايه، 3 طبقات ارتفاع عالي جدا جدا، وهنعملها ب200 جرام من الاسبونج. خلاص، انا بستخدم طبعا اسبونج دريم. من اللي بيسالني وانت بتستخدمي اسبونج ايه، كل فيديو طبعا بقول انا بستخدم خامات بحيث طبعا لو حد داخل معايا جديد في القناه يعرف الخامات اللي انا بستخدمها، وكل حاجه انا بستخدمها في قلب الفيديو، بحيث ان انت حتى تبقي طالعه من الفيديو مستفاده بحاجه او واخده معلومه يعني. تمام، اول حاجه زي ما قلت لك بيضتين يكون حجمهم كبير، 200 جرام من الاسبونج، اسبونج دريم طبعا زي ما قلت لك. ومعايا المحسن الجل بونو. عايزه اقول لك ان المحسن لازم يكون شفاف زي ما انت شايفاه كده. لو كان ابيض طبعا مش هيديك النتيجه ومش هيطلع معاكي بارتفاع زي ما انت هتشوفيه وكده. لازم يكون شفاف زي الفازلين بالظبط. معايا ربع كوبايه من الميه، اقل من ربع كوبايه يعني ربع كوبايه، شيلي منها معلقه كده، والفانيليا. بضرب ده كله في العجان زي ما انت شايف. طب انا ما عنديش عجان وعايزه اعمل التورتايه دي بالمضرب، وخايفه يعني ما تطلعش معايا زي ما هتطلع معاكي. بصوا، هو ما فيش فرق بين المضرب والعجان. لو المضرب بتاعك القوه بتاعته يعني قليله او سرعته قليله، مش هيطلع معاكي نفس الناتج. بس في مضارب القوه بتاعتها بتكون عاليه، يعني هتديكي نفس العجان. بس عايزه اقولك على حاجه، ان العجان سرعه، وفي نفس الوقت ان انتي بتوفري في الوقت. خلاص، ان شاء الله انزلكم فيديو ممكن بعد ده وانا بضرب بالمضرب، هتشوفوا اصلا الفرق بين العجان وبين المضرب، وفي نفس الوقت كمان ان مش موفر معايا وقت خالص. خلاص. المهم ان انا ضربت الاسبونج مقاس 18 زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت عاملاه فانيليا، وسواء فانيليا او شوكولاته انت اللي بتتحكمي في ده. انا بجيب الشوكولاته فانيليا، ولو حبيت اقلب الاسبونج بتاعي شوكولاته بحط معلقه كاكاو اسباني خام وبتقلب شوكولاته عادي، مفيش اي مشكله. بجيب بقى ورق الحواوشي احط في القاعده بتاعه الحله، وابطن برضو الحله بتاعتي، بحيث ان الاسبونج يطلع معايا مفيش فيه طبعا اي لون يعني مختلف عن الاسبونج وكده. انا طبعا بكون اول ما بضرب الاسبونج بتاعي بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره متوسطه. طب انا ما عنديش درجه حراره وانت عندك درجه حراره، تقدري تعمليه على 180. تمام كده. بعد 30 دقيقه تقدري انت تفتحي عليه الفرن. الاسبونج البيتي غير الاسبونج الجاهز. الاسبونج الجاهز ممكن تفتحي الفرن عليه كذا مره عادي، ما فيش مشكله. الاسبونج البيتي يعني بصوا بيقابلك مشاكل كتير فيه وكده. انا اول ما انا اشتغلت كنت بشتغل بالاسبونج البيتي، وكان بيحصل معايا مشاكل كتير جدا جدا، وكنت بهدر خامات كتير جدا. بس اتعلمت، يعني أنا اتعلمت فيه. بس جيت ابص لقيت الاوفر والاحسن في الوقت وكل حاجه الاسبونج الجاهز. تمام. لان الاسبونج البيتي بيبقى صعب التعامل معاه شويه، يعني غلطه واحده بتضيع لك الدنيا، بتضيع لك الاسبونج، بتضيع شغلك، بتضيع خاماتك، كل حاجه. خلاص يعني. وكان كتير جدا جدا كنت بنسى مقادير كتير، يعني كنت ساعات بنسى السكر، ساعات بنسى المحسن. ف يعني وصعب بقى، يعني انت مثلا ايه، لازم تكوني كاتبه المقادير كلها بالجرام، سواء دقيق سواء سكر سواء محسن. لكن الاسبونج الجاهز يعني ما شاء الله بجد، يعني نسبة نجاحه بصوا 99%. الاسبونج البيتي يعني هقول لكم 50% لو انت اشتغلت صح. خلاص. بس طبعا اللي بيشتغل البيتي ممكن في ناس كتير يقولك احنا بنستريح في شغل البيتي يعني عن الجاهز. آمم، طبعًا لو أنتِ يعني لسه مبتدئة ممكن عادي تشتغلي في البيت مش مشكلة. لكن أنا حبيت الجاهز عشان بيوفّر عليَّ كتير، يعني بيوفّر عليَّ لمّا بيكون معايا مثلًا كذا order في اليوم وكده.
صعب إن أنتِ تشتغلي سبونش بيتي، ليه بقى؟ لإن كلّه مقادير وكلّه آآ جرامات وحاجات من دي، فبتيجي تبُصّي تلاقي ما فيش وقت إن أنتِ تقعدي أصلًا تجيبي من ده ومن ده ومن ده، كل حاجة يعني لكن خلاص أنتِ عارفة السبونش الجاهز صينية كذا بتحتاج قد كده، صينية كذا بتحتاج قد كده، فالموضوع بيبقى سهل معاكِ، تمام كده؟ غير طعم كمان، طعم السبونش الجاهز بيبقى حلو جدًا، والسبونش البيتي برضه بيبقى حلو، بس السبونش الجاهز أحلى، تمام؟ بس، المهم إن أنا عملت الإسبونج كده زي ما أنتم شايفين، طلّعته من الفرن سِبته يبرد معايا شوية، طبعًا الجو بدأ بقى خلاص يعني يبرد بقى والشغل بيبقى أحلى في الشتا، سواء بقى في ضرب الإسبونشات، في ضرب الكريمة، كل حاجة. يعني دلوقتي حاليًا تقدري إن أنتِ تعملي الكريمة بتاعتِك وتحطيها جنبِك على الرخامة كده وتجلسي تورتتين 3 وهي على الرخامة عادي، تمام؟ بس طبعًا كل ما أنتِ بتسيبيها تركن يعني مركونة جنبِك كل ما بيدخل فيها فراغات هوا كتير، فكل طبعًا لمّا بتتأخر معاكِ تضربيها ضربة كده بحيث إن هي تبقى ناعمة معاكِ لمّا تيجي تجلسي التورتة. خلاص طبعًا أنتم شايفين أصلًا الإسبونج بتاع مقاس 18 عامل إزاي، وب2 بيضة بس، والله العظيم ب2 بيضة طلّعت معايا الحلاوة اللي أنتم شايفينها دي. خلاص، يعني تقدري تعملي تورتاية ب2 بيضة مقاس 18. وعلى فكرة عايزة أقول لكم يا بنات أنا التورت بتاعتي يعني ما شاء الله الارتفاع بتاعها عالي، يعني أنا على طول باشتغل الارتفاع بتاع التورت بتاعتي كده، الارتفاع بتاعها عالي، فلو أنتِ بقى مثلًا بتعملي التورت بتاعتِك ارتفاع يعني أقل من الارتفاع بتاعنا، تقدري يعني ببيضتين والمقادير اللي أنا قُلت لِك عليها تقدري إن أنتِ تعملي المنشار على رقم 9 هتطلّع معاكِ 5 طبقات ما شاء الله اللهم بارك يعني، تمام. بس أنا طبعًا باعمل المنشار بتاعي على رقم 8 فبتطلّع معايا 3 طبقات اللهم بارك زي ما أنتم شايفين كده، ارتفاع التورتاية بيبقى ما شاء الله حلو جدًا، تمام. اللي كانت طبعًا بتسألني بتقول لي المنشار أنا باجي أقطّع السبونج بتاعي وبالاقيه حتّة عالية وحتّة واطية، طبعًا أنا لحد الآن باجي أقطّع بالطرنش بتاعي يعني باكون مستعجلة والّا حاجة باحس إن السبونج مش مضبوط، بس أنا من يوم ما أنا بدأت المشروع بتاعي وأنا جايبة المنشار مريحني جدًا، تمام. أول بقى طبعًا ما باعمل السبونج باقطّع بالمنشار بيطلع معايا الطبقات بقى يعني سواء بقى أنتِ عايزاها عالية طبقة عالية أو مثلًا قليلة في السمك وكده، بالمنشار عادي بتقدري إن أنتِ تغيّري الأرقام بتاعته، هو على فكرة مش غالي ولا حاجة، تقريبًا ب50 ب70 جنيه مش أكتر من كده يعني. تمام. التورتاية دي بقى مطلوبة مني إن أنا أعملها بناتي، هي التورتتين كان أوردر واحد، خلاص كده يعني رايح عيد ميلاد واحد بس يعني فرد واحد بس، فكانت مطلوبة مني بينك من تحت وتدرج ألوان يعني إيه بينك وأبيض مع بعض، خلاص كده المهم هي طبعًا أما حد يكون مثلًا طالب مني شغل وكده بيبقى ليه مثلًا حاجات معينة، اللي هو إيه بقى مثلًا في عميل رن عليَّ وقال لي مثلًا أنا عايز تورتاية هي فيها بينك، فيها مثلًا فراشات، فيها قلوب وبقى التزيين أنتِ المهم إن أنا عايز فيها الدرجة دي، خلاص. فده بُصّوا بيريحنا كتير، المهم إن هو محتاج اللون كذا، ومثلًا محتاج فيها قلوب فراشات أو مثلًا سبايدر مان لأي حاجة من التبرات طبعًا اللي أنتم بتشوفوني باعملها في الفيديو. أولًا التبر ده أنا باروح يعني في برنامج على المتجر، متجر بلاي بتبحثي عن Pinterest خلاص، ده برنامج على متجر بلاي اسمه Pinterest بانزّله عندي على التليفون وبابحث بقى على أي صورة أنا محتاجاها. خلاص كده، ساعة ما بالاقي الصورة اللي أنا محتاجاها باعمل لها تنزيل عندي على التليفون، باروح بقى طبعًا المكتبة اللي أنا متعاملة معاها بابعت له الصورة على الواتس، تمام. هو بقى بيطلّعها لِك بيسحبها عنده بقى بيطلّعها لِك على ورق فوتو أو ورق كوشيه، الورق ده بيبقى عامل زي يعني بُصّوا زي الصورة كده اللي بتطلع في الإستوديو، الصور اللي إحنا بنصورها الشخصية. بتبقى الورقة ما شاء الله محمّلة فيها لمعة حلوة جدًا، جدًا، ف باعمل الكارت ب6 جنيه ونُص ب7 جنيه تقريبًا يعني، تمام. ممكن بقى يعني مثلًا يوم كده لإن أنا عشان طبعًا إن أنا أروح أجيب الشغل بتاعي باروح من بلد لبلد، تمام. فأنا ممكن أعمل مثلًا إيه كارت قلوب، كارت مثلًا نجوم أو سبايدر مان، فراشات، أي ألوان بقى أنا محتاجاها تكون موجودة عندي، يعني باطبع كذا مثلًا كارت مع بعض، خلاص تكون موجودة عندي.
المهم وبقص بقى بقى طبر على بعض، يعني بيبقى مثلا صفحة على بعضها كده، تبقى تقريبا 20 في 25 أو 15 في 20 كده يعني. خلاص، بيبقى فيها عدد كبير. المهم ان انا جلست التورتايه مقاس 18، عملتها بينك من تحت بابيض، وعملت كده موجة، حطيتها طبعا في الفريزر شوية، ورحت طبعا اجلس التورتايه التانية. التورتايه التانية دي انا كنت عاملاها قبل كده بينك، تمام، بس انا كنت منزلاها عندي تقريبا على القناة دي او على القناة التانية. كنت عاملة بينك، خلاص، فطلبت مني اعملها موف، فموف بالتدرج برضو بتدرج الالوان. خلاص، يعني اعمل موف دي تقيل دلوقتي، وارجع تاني احط عليها كريمة بيضة، يعني ايه، تبقى هادية شوية او اقل درجة من طبعا اللي انا بعملها دي. خلاص، هطلع معايا اللون اللي انتوا محتاجينه. طبعا الالوان دي الوانات جل، انا عندي الوانات كتير، من الاسود والابيض والبني والموف والازرق واللبني، كل الالوانات دي كلها لازم طبعا تكون موجودة عندك. خلاص، أنا طبعا بحط اللون على الكريمة، وطبعا ده الوان غذائية، فبتستخدميها على الكريمة عادي، وعلى فكرة مش بتغير طعم الكريمة، يعني اللون ده مش بيغير طعم الكريمة، لان انا جربت قبل كده اللون ده في الاكل وكده ما كانش مغير طعم الكريمة اطلاقا يعني. خلاص، ابتديت بقى، خلاص انا حطيت كريمة بيضة على آم، الكريمة اللي باقية من عندي، بحيث ان انا افتح اللون شوية اللي انا عاملاه تحت، يعني التدرج ده. خلاص، التورتيه دي مقاس 26. بطلعها بكام؟ انا كنت مطلعها ب300 جنيه، عشان طبعا عليها كريمة من فوق وكده. التورتاية مقاس 18 كنت مطلعاها ب200 جنيه. تورتاية مقاس 18 انا بطلعها ب180 جنيه. بس حاليا دلوقتي مع ارتفاع الغاز وارتفاع الكاكاو، ف في يعني شوية ارتفاعات كده في الأسعار، فإن شاء الله هنبدأ بقى إن احنا نزود الأسعار بتاعتنا. خلاص كده، هبدأ بقى إن أنا بالسكرابر كده المشنشر زي ما انتم شايفين كده. عايزة أقول لكم إن أنا عندي طقم لسه جايباه جديد ما استعملتوش، بس أنا ما بستريحش إلا في السكرابر اللي أنا بعمل بيه المشنشر ده. كل واحد كده وليه حاجة بستريح فيها في الشغل، والله العظيم، بسباتيولا، سكرابر، أي حاجة بشتغل فيها حاجة كده ليها يعني ايه، معزة خاصة كده. اللي انا فعلا نفسي استغنى عنه القعدة الدوارة بتاعتي، هي دي بجد مأزق من الحاجات اللي انا نفسي اغيرها بصراحة يعني. بحسها تقيلة كده في الشغل بتاعنا ده عايز قعدة دوارة تكون سريعة. تمام. جيت بقى دلوقتي عملت الوردات. بصوا، جبت كيس حلواني، جواه كيسين، كيس فيه لون موف وكيس فيه كريمة بيضة، بحيث ان انا اعمل ايه مع الوردة كده تدرج. كانت طبعا بتسألني على التب ده رقمه كام. هو بصوا مكتوب عليه 333، لكن هو مش مكتوب بقى حروف ولا اي حاجة، هو 333. هو ده اللي بيعمل الوردة اللي انتوا شايفينها دي، ماشي، بيديك شكل الوردة كده، بس شكلها حلو. طلبت مني التورتاية دي زي التورتاية البينك اللي انا كنت عاملاها، سواء كنت بقى منزلاها على القناة دي او على القناة التانية تقريبا يعني. خلاص كده، ابتديت ده طبعا احط جل وتلميع. الجل ده بصوا هو بيبقى جاي في اكياس نص كيلو، ممكن تجيبي كيلو، ممكن تجيبي نص كيلو. هو بيبقى جاي الكيلو بقى كيسين كده. بيقعد معاكي فترة طويلة، تلمعي منه بقى الفاكهة، تحطي على التورتاية من فوق كده زي ما انت شايفة، بحيث ان هو مثلا ايه، يديكي لمعة حلوة للتورتاية زي ما انتم شايفين كده. انا بوزعها على التورتاية من فوق. التورتاية دي على فكرة اللون انا كنت مدخلاه التلاجة كان افتح من كده، اللي هو البامبا ده او البينك ده. يعني ساعة ما بعد شوية بيديكي لون اغمق شوية. خلاص، ده بقى الطبر اللي هي كانت محتاجاه. قطعته كده زي ما انتم شايفين، وابتديت هي كانت محتاجة بس الاسم فوق. تمام. فانا بصراحة ما عنديش الا لون احمر، اللي هو الوان زيت الشوكولاتة. الشوكولاتة البيضاء لما تيجي عايزة تلونيها لازم يبقى يكون لون زيت، وانا اللون اللي كان موجود عندي لون اخضر ولون احمر. خلاص، فمش هيطلع معايا الدرجة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص، المهم ان انا شغلت دماغي، وكان عندي عجين السكر.
فحطيت لها لون فوشيا، فادت لي الدرجة اللي انتوا شايفينها دي، وابتديت اعمل في المولد السيليكون. خلاص بحط نشا خفيف كده في المولد السيليكون، واعمل الحروف زي ما انتوا شايفينها، وادخلها الفريزر شوية لغاية ما تجمد معايا، واطلعها اعملها كده زي الشوكولاتة بالظبط، وعلى فكرة بتتاكل عادي يعني. خلاص ده التورتاية الأولانية. دي التورتاية التانية كان مطلوب برضو إن أنا أكتب اسم عليها، فعملتها نفس النظام بعجينة السكر، وحطيت لون موف. حبيت إن الاسم يكون أغمق شوية من اللون بتاع التورتاية. خلاص وبعدين حطيت بقى اللي هو الكريسبي الأبيض ده، وحطيت كمان كريسبي صغنون خالص، هو بيقولوا عليه فرماسيل، بس انا مسميها كريسبي بصراحه، صغنون خالص كده. الكريسبي ده اصلا بيبقى بسكوت يعني، وعليه طبقه شوكولاته من بره بيضه. خلاص ابتدي دلوقتي ان انا بقى احط كل التورتايه في الكرتونه بتاعتها. تورتايه صغيره حطها في كرتونه 25 في 25. خلاص زي ما انتم شايفين كده. التورتايه الكبيره حطها في كرتونه 30 في 30. ما شاء الله اللهم بارك، يعني تورتتين اجمل من بعض واحلى من بعض، والحمد لله الحمد لله. عمري ما نزلت تورتايه الا نالت اعجاب ناس كتير يعني. تمام. وبتطلب مني شغل بسبب الصور اللي انا بنزلها. ويا ريت لما تيجي تنزلي صور عندك على الصفحه بتاعتك او على الفيسبوك، تمام، او على اليوتيوب، يكون شغلك انتي. تمام. لان الصور بتاعتك انت دي هي اللي هتجيب لك شغل، مش صور حد تاني. تمام. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اترككم بقى في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.